السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا نبدا حلقه جديده من برنامج قهوه الزملكاويه. النهارده جايين نتكلم عن لقاء منتخب مصر منتخب الجزائر اللي انتهى بالتعادل 1-1 في مباراه مثيره جدا من الفرقتين. منتخب مصر بيطمن الناس كلها ويقول لنا احنا داخلين افريقيا بمستوى كويس، وانا قلتها قبل كده المفروض لما تيجي تلاعب انديه او تلاعب منتخبات تلاعب منتخبات قويه تعرف تقيم فيها اداء لعيبتك. احنا عملناش اداء كويس قدام منتخب زامبيا وادائنا كان زي النيل، لكن النهارده منتخب مصر ب10 لعيبه في مباراه ممتعه ما بوظهاش غير طرد محمد هاني. يا جدعان والنبي احنا عايزين اللعيبه المصريه تتطور شويه، يبقى في تطوير، الناس دي تفهم يعني تعقل. بص النهارده شوف حمدي فتحي التطوير اللي طوره مارسيل كولر. حمدي فتحي انا كنت ما اجي اتكلم عن حمدي فتحي اقول لك ما بيمتعنيش قوي كرويا زي طارق حامد لان راجل دفاعيا بحت. النهارده من ساعه ما جه مارسيل كولر وهو طور اللعب انه بيزيد، والنهارده فيتوريا بياكد على الحته دي وبيدي حمدي فتحي الاريحيه انه يزيد. فالنهارده بص جون منتخب مصر جه عن طريق مين؟ الهدف جه النهارده عن طريق حمدي فتحي اللي عامل زياده عليه فين؟ مكان مصطفى محمد في ال 18. يا جماعه طوروا اللعيبه دي المفروض تتطور، مش هنخلينا موجودين بالاسلوب ده طول حياتنا. المفروض اللعيبه دي تتطور اكتر من كده، اداء اللعيبه يختلف. النهارده بص طرد محمد هاني، لعيب عنده كام سنه النهارده بيعمل جامب يعني كوره. الحكم على فكره النهارده الفار ما كانش المفروض يطلب محمد هاني يعني، والفار كمان نكلم الحكم قال له تعالى ما فيهاش طرد، لكن الحكم قال لك لعبه خطر دينجرس بلاي والناس كلها عارفه كده. اي نعم هو ما لمسوش والطرد فيه، لكن المفروض انت لاعب دولي بتلعب لنادي كبير بحجم النادي الاهلي المصري، المفروض يبقى عندك هدوء اكتر من كده. انت طالع بس على الكوره وسايب اللي وراك، طب انت تعمل جامب ليه؟ والكوره عدت منك وعملت لعبه خطر على لاعب منتخب الجزائر. فالنهارده ما تزعلش من الطرد، انا بقول لك كده وانا راجل بحب منتخب مصر وعايز اللعيبه دي تتطور. ما احنا مش هنفضل بالاداء ده طول حياتنا، الانديه كلها بتتطور يعني المنتخبات كلها لعيبتها بتتطور وبتطلع تحترف. وعندك بص النهارده منتخب الجزائر 90% منه محترفين، والنهارده منتخب مصر بيثبت لكل اللي منتخب مش سهل. واحنا بعد سنين طويله ربنا بيعوضنا بمدير فني فاهم خالص. غلطته بالنسبه لي النهارده في ماتش الجزائر لما حصل طرد محمد هاني، انا كنت اتمنى ان زيزو ما يطلعش بسبب ان كان زيزو هيفيدك لو حصل هجمات مرتده، وفعلا ده حصل. كان الافضل بالنسبه لي انه يطلع مين؟ مصطفى محمد ليه؟ او تريزيجيه. طالما اقتنعت انك تطلع وينج كان الافضل النهارده ان انت تطلع تريزيجيه او مصطفى محمد، لان انت ما اعتمدتش النهارده قدام الجزائر على ولا عرضيه، مفيش عرضيه منتخب مصر صحيحه على راس مصطفى محمد. عامه هو طلع زيزو لان زيزو النهارده انا ما كنتش مقتنع بفكر فيتوريا انه يخليه يلعب مركز 10. زيزو ما بيأديش في مركز 10 بنسبه مليون في المية زي ما بيأدي في مركز الجناح. ده فكره وله احترامه وانا ليا فكر وله احترامي، بس انا كان رايي الافضل انه لو كان ساب زيزو وطلع تريزيجيه كان هيفيدك اكتر في المرتدات. لكن ده ليه وجهه نظر تحترم. لكن المنتخب بعدها انا قلت ان الجزائر هتلف بينا 3-4 بيني وبينك، قلت مفيش جدال، رياض محرز وسفيان فيغولي والناس دي هتعدي. لكن منتخب مصر فاجئني بانتفاضه في الشوط الثاني ما شفتش منتخب الجزائر. اقسم بالله ما شفت منتخب الجزائر النهارده غير في بعض الهجمات لما الدفاع ولما نزل عمر كمال عبد الواحد في نهايات الشوط الاول بعد الطرد. الراجل كنت احس انه مهزوز. هتقول لي يا جدع على الاقل راجل قدر يسد خانه، اقول لك مش للدرجه دي، لان النهارده معظم الهجمات الخطر كانت بتيجي من ناحيه عمر كمان. حتى الهدف كان مفيش تغطيه عكسيه لا من علي جاب ولا محمد عبد المنعم ولا مين عمر كمال عبد الواحد نفسه. لكن اللي خلى فيه قصور في عمر كمال عبد الواحد لان صلاح ما رجعش يدافع معاه. صلاح النهارده كان واخدها، انا حسيت ان حاجه شخصيه بينه وبين رياض محرز. النهارده انا ما شفتش اداء يعتمد للنجم محمد صلاح. والله النهارده يعني في ناس هتطلع تنتقدنا على الكلام ده وتقول لي انه قدم اداء كويس، انا ما شفتش كده. صلاح عنده مستوى كتير يعني انا مش حاسس ان ده محمد صلاح اللي بيلعب في ليفربول. وكل ماتش المنتخب بحس كده صلاح مش مؤثر بنسبه مليون في المية زي ما هو موجود في ليفربول. ليه؟ ما اعرفش، بحس انه بيلعب في مصر خايف على رجليه. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط؟ ممكن يكون كلام غلط، لكن محمد صلاح بيأدي نفس الاداء اللي بيأديه في ليفربول؟ طبعا لا. المفروض يكون انتمائك الاولاني لمنتخب مصر، سيبك من الانديه. انت يا محمد وصلت لمرحله مفيش لاعب مصري هيوصل اللي انت فيه، حاول تأدي اداء اقوى من كده عشان ترفع بطوله غاليه ليك تنحسب لك في تاريخك. المهم المنتخب في نهايه الشوط الثاني تراجع جدا والدفاع، وكان فيه اكتر من هجمه مرتده خطر على منتخب مصر. قدر محمد الشناوي اللي كان بحس النهارده اللي مش موفق بنسبه 100% لان مستوى محمد الشناوي كان يؤهله انه يصد الهدف ده، لكن
قدر الله ما شاء فعل وجه. لكن يا محمد المفروض تطور من ادائك اكتر من كده. الكوره كانت سهله لكن نقدر تجيبها، لكن احنا عملنا ماتش كويس في النهايه، وهو شال اكتر من هدف للصراحه او للامانه تنقال، شال اكتر من فرصه محققه عشان ينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 ويقدم منتخب مصر رساله قويه لكل المنتخبات. انا جاي، وخلي بالكم منتخب مصر بصراحه مع فيتوريا بيقدم مستوى عظيم. اي نعم احنا ما قلناش المنتخب القوي، لكن ماتش الجزائر يطمنك ان احنا عندنا منتخب هيقدم شكل حلو مع روي فيتوريا. في النهايه دي كانت ملخص اخبار النهارده او ملخص حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الأونز على قهوة الزملكاويه. سلام.